بسبب تزايد أعداد المهاجرين حول العالم لجأت البلاد لوضع قوانين للحد من الأعداد دي، لكن المهاجرين تحايلوا على القوانين دي ولجأوا للهجرة الغير شرعية، وهي عبارة عن انتقال الأفراد بشكل غير قانوني بدون تصريح أو تجاوزوا مدة الإقامة القانونية وما زالوا موجودين في البلاد دي وما رجعوش لبلادهم. أكتر القارات اللي بتتعرض للهجرة الغير شرعية هي قارة أوروبا. من الآثار المترتبة على الهجرة دي بتؤثر سلبا على استقرار وأمن الدول اللي هاجروا إليها، وإن المهاجرين بيتعرضوا لمخاطر وبيتعرضوا لفقدان حقوقهم في الدول اللي هاجروا ليها، لأن البلاد دي ما بتكونش عندها أي معلومات عنهم، فبالتالي بيتعرضوا لأخطار مضاعفة سواء وهم عايشين فيها ومن قبلها في رحلة الوصول إليها. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. الهجرة الغير شرعية دي هجرة غير عادية علشان من دون تصريح تجاوزوا في الإقامة المدة القانونية، متوجهة كده لأوروبا وليها ناتجتين مترتبين عليها بتأثر سلبا على استقرار أمن الدول اللي راحت ليها، والمهاجرين بيشوفوا مخاطر ويفقدوا حقوقهم كل الدول اللي هاجروا إليها.